تعالى معايا يا عزيزي الاهلاوي، اقول لك اول صفقات يناير للنادي الاهلي، وجايبها برضو من نادي الزمالك. اقرا معايا الخبر ده كده. والله العظيم خبر يموت من الضحك. حتى شيخ، طب والله زمان شيخ الجامع ده عليهم له فلوس ما ادالوش حق. طب ده يشتكون في الاوقاف ولا في الفيفا ولا في الازهر ولا يشتكون فين دي عشان نفهم بس. الزمالك دلوقتي طبعا طلع كابتن احمد رؤوف قال لك ان اللعيبه ما بتاخدش فلوسها وكده، وانا ما اعرفش محمود بن طايق فين وبتاع، وهو ما اعرفش هو معايا ولا مش معايا ولا فاتح عقده تقريبا، كلام من هذا القبيل يعني. الكلام اللي بيتقال جوه النادي ان جون ادوارد هو اللي قال له قول كده. ان المجلس الاداره ما عجبوش الكلام، شكل الناس اللي قاعده معاك يا رخرة ما هيش عاجباها الكلام. تقريبا في واحد جنبك بيرجع هناك اهو، تقريبا يعني. فقال لك خلاص احنا هنمشي احمد عبد الرؤوف. محمود بن طايق متجوز بنت الكابتن احمد سليمان سندس، تمام، والف مليون مبروك، قلنا مليون مبروك. فرحوا، ما فيش ولا واحد من مجلس اداره الزمالك راح فرح سندس ومحمود، يعني نجم الزمالك، فالمفروض مجلس اداره الزمالك يروح، وده الكابتن احمد سليمان عضو مجلس الاداره، المفروض الناس تروح، صح ولا لا؟ لكن من الواضح ان في خلاف كبير جدا بين الكابتن احمد سليمان ومجلس الاداره. اوبا، في خلاف بين كابتن احمد سليمان ومجلس اداره نادي الزمالك. لو كابتن احمد شوبير هو اللي بيقول الكلمتين دول ما كناش خلصنا من النسوان بتوع الاعلام الابيض، ما كناش خلصنا. هل محمود بن طايق ممكن ياخد قرار فسخ التعاقد من غير ما يعرض الكلام ده على كابتن احمد سليمان؟ لا طبعا اكيد طبعا يعني مش طبيعي برضه، لا طبيعي. بالعقل كده مش معقوله كابتن احمد سليمان يقول ايه ده فسخ عقده، ما يعرفش، مش معقوله ده حماه. يا والله العظيم عندك حق يا كابتن عبد الحفيظ، انت تقيل قوي يا كابتن بندق، تقيل، انت حد ده حماه. تاني، انا راجل بعمل شهر عسل في تايلاند، فجاه الخبر نزل وانتشر بسرعه الصاروخ على كل مواقع مصر، محمود بن طايق فسخ التعاقد من طرف واحد، محمود بن طايق مشي، محمود بن طايق خلص، محمود بن طايق محمود بن طايق محمود بن طايق. فسئل كابتن احمد سليمان، قال لك كابتن احمد قال لك مع مهيب تقريبا، قال لك انا يعني لو طلب مننا الدخل. والسلام عليكم وعليكم السلام. فهمتوا انتوا حاجه؟ اللي فاهم حاجه من الكابتن الغندوري فاهمني، يعني هو بينتج دلوقتي في تايلاند ولا بيقضي شهر العسل ولا فسح مع الزمالك ولا عمل ايه؟ انتوا فهمتوا حاجه من كلامه؟ فهمتوا حاجه من اللت والعجن اللي هو عمال يهري ده؟ لا يا كابتن بندق، السلام عليكم، السلام عليكم، انا نسيت منك والله، السلام عليكم. طبعا زعزعونا يا جماعه، يلا ما تنسوش اللايك والشير